انت عارف ايه الأسوأ من ان انت ما تفهمش الجراف؟ انك تفتكره بيفهمك وهو مش ناوي يقولك حاجة. الجراف مش شكل، الجراف شخصية. لو ما فهمتوش هتتحول لنقوش ملهاش أي معنى. النهاردة هنعرف إن كل جراف له شخصية، اللي يفهمها يعرف يحكي بيها. وأول شخصية معانا هي البار تشارت أو العمدة. واضح وطوله بيحكم عليه، وواقف زي عمود النور. تسأله مين الأول يشاور لك عليه، تطلب منه ترتيب يديلك قائمة كاملة من الترتيب اللي انت عايزه. استخدمه دايما لما تكون عندك مقارنة بين كميات. بالمختصر، لو عندك منافسة العمدة هو اللي هيحكم. بس مش كل حاجة مقارنة، أوقات بيجيلك حنين للماضي وتحب تسمع حكاية، ودي شخصية الراوي اللي هو اللاين تشارت. ده اللي بيحكي لك القصة من أولها لحد ما توصل للكارثة، في صعود وهبوط وفجوة وترند بيتكلم لوحده. استخدمه لما تكون عايز تبين التغيرات اللي بتحصل في الداتا بتاعتك على مر الزمن. الزمن بيحكي بس الراوي هو الخط. بس لو هتوزع، ابن العزوة هو الهدف بتاعك هنا. الباي تشارت بيحب يقسم ويوزع بس ما بيحبش التفاصيل الكتير. لو زودت عليه يتلخبط ويقلبها لك عزومة مراكبية حرفيا. استخدمه دايما لما تكون عايز تقسم الداتا لأجزاء، وخلي دايما الداتا دي أو التقسيمة دي ما تزيدش عن 4 تقسيمات. بالمختصر، كل ما تقطع أقل تفهم أكتر. أما بقى لو عايز تقارن وتقسم في نفس الوقت، فهنا هنادي اللي بيشيل الطوب، وهو اللي ستاك بار. شايل الكل على ظهره ويحط لك التفاصيل فوق بعض، كل جزء في مكانه بس تحتك المجموعة الكبيرة. فلو عايز تشوف الصورة والتفاصيل جواها، الستاكد بار هو الحل. بس خلي بالك، في واحد دايما شايف اللي الناس مش شايفاه، وهو كاشف الأسرار. البوكس بلوت ساكت لكن يعرف لك الشاذ في وسط الطبيعي، ويطلع لك اللي بره الإطار من غير ما يتكلم. فبلاش تستخبى وراه، هيشوفك. بس أوقات العلاقة ما بين الحاجات هي اللي تهم، وهنا بيجي دور المحلل النفسي، السكاتر بلوت. نقط كتير بس هو شايف اللي رابط ما بينهم. ممكن تكون علاقتهم سطحية بس هو بيفكرهم إنهم متصلين. ودايما بنستخدمه للكشف عن علاقة بين المتغيرات المختلفة. بيطبق مبدأ كل نقطة ليها شريك، وهو اللي بيكشفها. وفي اللي بيحس، اللي مش بيحسبها. واللي بيحس بالحرارة هو الهيت ماب، ما بيتكلمش بس بيحس. اللون الأحمر عنده يعني الدنيا مولعة، أما اللون الأزرق ده البرد العاطفي، ودايما مناسب للكميات الكبيرة والتفاوت ما بينها. هو مش بيتكلم، ده بيحسك. وفي بقى اللي شايف كل عيلة وكل أصل وكل فصل، وده اللي بنسميه النساب، التري ماب. عارف أصل كل حاجة، مين جاي من مين وإزاي بيتوزع كل متر في المساحة، مربعات داخل مربعات، بس كل حاجة ليها مكانها. التري ماب فيها نظام حتى لو انت شايفها زحمة. أما بقى لو بتقيس الأداء، فما فيش قدامك غير القناص، وهو البوليت تشارت. ده بقى ما بيهزرش، عنده هدف بيقيسه من غير لف ودوران. تقول له وصلت يقول لك طلعنا بنسبة 82%. بيصوب بدقة ويرجع تاني للظل. مهم دايما علشان يعرض الأداء مقابل الهدف. الجرافات مش مجرد أشكال، دي شخصيات. تفهمها تعرف تستخدمها، تغلط فيها تخسر الثقة، والداتا تطلع كأنها نقوش من غير أي معنى. بس لو الجرافات دي شخصيات زي ما احنا بنقول، أكيد كل شخصية وراها قصة، والقصة وراها حدوتة، فاصل وبيانات، داتا خفيفة على القلب، تقيلة في التأثير. سلام.